بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفيديو إن شاء الله سوف نخصصه للقواعد التي بنيت عليها العروض. كما تعلمون فالعروض هي علم ينسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، ولقد عرف مؤخرا تقريبا في كتاب ميزان الذهب بأنه هو صناعة، يعني العروض صناعة يعرف بها صحيح الشعر من فاسده، وموضوعه هو الشعر العربي القديم الكلاسيكي. وعندما عرف بأنه صناعة فهنا تحاشيا بأن يقولوا علم، لأن إذا قلنا بأن العروض هو علم فيعني بأن العلم يعني قواعده معروفة ومنضبطة ومفهومة، ولكن ما دام هنالك صعوبة في تحديد هذه القواعد فقالوا بأنه قال في هذا التعريف ميزان الذهب بأنه صناعة. ونحن في هذه القناة إن شاء الله الرحمن الرحيم سوف نؤسس لهذا العلم، وذلك بأن نبرز القواعد العلمية التي ينبني عليها. فيكون هذا الأمر أولا عبر كما رأيتم في هذه القناة ذلك عبر طريقتين. الطريقة الأولى وهي القراءة المقطعية العروضية لأي بحر من البحور، يعني نقرأ كل بحر بوزنه، ووزنه يكون شفهيا واضحا وعمليا وتطبيقيا بحيث يرى واضحا بأن هذا الوزن هو وزن البحر الذي نقرأ به. ثم المرحلة الثانية وهي تبيين القواعد العلمية التي ينبني عليها هذا البحر أو تنبني عليها جميع بحور الشعر العربي الذي خلفها لنا الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه. وكما تعلمون بأن الخليل بن أحمد الفراهيدي فإنه لم يخلف لنا كتابا مفصلا عن هذا العلم، ذلك بأن هذا العلم يدرس شفهيا، وبما أن في ذلك الوقت لم تكن قد نضجت بعد ولم تنضج بعد الطرق التدوينية، وخصوصا التدوين الموسيقي في ذلك الوقت لم يكن قد نضج بعد، فلذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله كان يدرس هذا العلم بطريقة شفهية، واكتفى بهذا الأمر لأن إنشاء رموز للتدوين الموسيقي يكون صعبا شيئا ما في ذلك الوقت. إذن فنحن في هذه القناة سوف نتجاوز هذا التعريف بأنه صناعة، ولكن نقول بأنه علم. والعلم كما تعلمون هو يكون منضبطا وتكون قواعده واضحة وبينة ومفهومة وبسيطة وتكون محدودة. فعلم العروض هو فعلا علم يعرف به صحيح أوزان الشعر من فاسدها، وهو يهتم بهذه الأوزان، يهتم باللغة المنطوقة، فهو يهتم بالمنطوق. فاللغة أو اللسان إذا أردت فهي متوالية صوتية، فنحن نهتم في العروض بالبنية الصوتية ولا نهتم بالمعنى. المعنى هذا مجال آخر تهتم به علوم أخرى، أما نحن في علم العروض فإنما نهتم بالمنطوق، نهتم بالجانب النطقي للغة كما عرفها ابن جني رحمة الله حينما قال أما حدها يعني اللغة فكتابه الخصائص، أما حدها فهي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم. إذن فهذا هو المجال الذي نهتم به، وهو نهتم بالجانب الصوتي للغة. إذن علم العروض ما هو؟ علم العروض كما قلنا هو علم يهتم بأوزان الشعر
ويبين صحيح هذه الأوزان من فاسدها. وفي هذه النظرية كما قلت لا أريد دائما في الفيديوهات المقبلة دائما أن أكرر نفس النظرية، وإنما سوف أجعل هذا الفيديو خاص بشرح القواعد التي تنبني عليها هذه النظرية، أي القواعد التي ينبني عليها علم العروض، ليرجع إليها حتى لا أكرر في نفس الفيديو القواعد التي ينبني عليها علم العروض. إذن على ماذا ينبني علم العروض؟ علم العروض ينبني على المقطع الصوتي وخصائص هذا المقطع، ومن الخصائص ديالو سوف نرى فيما بعد من أهمها النبر. ثم ينبني على الوزن ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى الإيقاع وتقسيم الزمن إلى وحدات متساوية، وينبني على وحدة الوزن يعني التفعيلة التي نقيس بها. ثم ينبني على قاعدة ثلاثية المقاطع، وهذه القاعدة هي أساسية في جميع بحور الشعر العربي. إذن ما هو المقطع الصوتي؟ المقطع الصوتي هو وحدة صوتية، وهي أصغر وحدة صوتية تتألف بها منها اللغة كمتوالية. عندما نتكلم اللغة فنحن نتكلم اللغة كمتوالية من الأصوات، والمقطع الصوتي هو أصغر وحدة صوتية. هنالك لغات أحادية المقطع مثل الفرنسية والإنجليزية والدارجة المغربية. الفرنسية مثلا أو، كلاغ، دو، لا، لين. البنية الصوتية لهذه اللغة هي بسيطة، حركة سكون حركة سكون حركة سكون. من الدارجة المغربية كذلك وغيرها من اللغات في أغلبها تكون بنيتها الصوتية بنية بسيطة، حركة سكون حركة سكون. بالنسبة للغة العربية لا، اللغة العربية تتضمن المقطع الأحادي والمقطع الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي إلى غير ذلك. ولكن هنالك قاعدة بالنسبة للغة العربية، وهي بالنسبة للعروض فإنها لا تتجاوز المقطع الثلاثي. عندما ننظم الشعر فإنما ننظمه بالمقطع الأحادي والثنائي والثلاثي فقط. أما المقاطع فوق المقطع الثلاثي فهذه لا نجدها في الشعر العربي. إذن المقطع الصوتي هو وحدة صوتية تتكون من ساكن قبله حركة، ساكن قبله حركتان، ساكن قبله 3 حركات، ساكن قبله 4 حركات، ساكن قبله 5 حركات. دائما في المقطع الصوتي يجب أن تكون عينك على الساكن، الساكن هو المهم. فمثلا المقطع الأحادي لم ما مو مي، هذا مقطع أحادي لأن السواكن عندنا في اللغة 4. عندنا الجزم السكون، وعندنا الألف والواو والياء حروف العلة. اللين هذه سواكن في اللغة العربية. إذن هذا هو المقطع الأحادي. المقطع الثنائي يكون عندي ساكن قبله حركتان، لمن لما لمو لمي. المقطع الثلاثي كتب كتبي كتب كتبوا، هذا مقطع ثلاثي يعني ساكن قبله 3 حركات. هنالك المقطع الرباعي إلى غير ذلك، مثلا سأ لها، سأ لهم، فسألوا، وكتبي. هذا مقطع رباعي. عندنا المقطع الخماسي والسداسي، ولكن قلت بأن في الشعر العربي فإننا لا نهتم بالمقاطع فوق المقطع الثلاثي. إذن بعض خصائص المقطع الصوتي العربي. من خصائص هذا المقطع هو يبتدئ بحركة وينتهي بساكن. هذه خاصية من خاصية المقطع العربي. هنالك مقاطع في لغات أخرى قد تبتدئ بساكن وتنتهي بساكن، مثلا موا في اللغة الفرنسية موا، توا،
كذلك الإنجليزية free. فبالنسبة للغة العربية لا يجب أن تبتدئ متحرك وتنتهي بساكن. هذه معروفة، هذه القاعدة معروفة بأن العرب لا تبتدئ بساكن ولا تقف على متحرك. هذه قاعدة بالنسبة للجملة، ولكن هذه القاعدة يمكن أيضا تطبقها على المقطع الصوتي، فهو دائما المقطع الصوتي يبتدئ بمتحرك وينتهي بساكن. كذلك بالنسبة من خصائص المقطع الصوتي العربي فإنه لا يهمنا المعنى. دائما مثلا إذا قلت مثلا زار، هذه كلمة لا مفهوم لها، ليس لها دلالة، ليس لها معنى، ولكن رغم ذلك فهي مقطع صوتي. زار هذا مقطع ثنائي، زار يعني الزاي والراء والنون، زار، فهذا مقطع ثنائي. لماذا؟ لأن اللغة في متوالياتها وفي التقطيع ديالها فإننا نحن نتتبع الصوت كيف يخرج، وقد نقف عند مقطع صوتي في وسط كلمة مثلا أو في بداية كلمة، فهذا لا يهم. فنحن نهتم فقط بالمجال الفيزيائي، المجال الصوتي كيف تخرج اللغة. أما بالنسبة للدلالة والمعنى فهذه هنالك علوم أخرى تهتم بها. ثم هنالك من أهم خصائص المقطع الصوتي العربي هو النبر، وهذا هو الذي نستعمله في القراءة العروضية والقراءة المقطعية. والنبر هو ضغط الصوت وتشديده ورفعه وإبرازه. لا بد من النبر، من الضغط على الصوت في أماكن معينة. والنبر في المقطع الصوتي يقع دائما على آخر المقطع. فمثلا إذا قلت كتب فالنبر يجب أن يقع على الباء، كتب، لا يجب أن يقع النبر على التاء. ما تقولش كتب ولا كتب. النبر يقع دائما على آخر المقطع كيفما كان هذا المقطع. وحنا كيهمنا دابا المقطع الأحادي والثنائي والثلاثي. المقطع الأحادي لا إشكال. المقطع الثنائي إذا قلت لما فالنبر يجب أن يقع على الميم، لما. إذا كان المقطع الثلاثي مثلا قدر، فهذه من خصائص المقطع الصوتي العربي، وهو النبر يقع دائما على آخر المقطع. إذن هذا بعجالة المقطع الصوتي وبعض خصائصه. وهذا هو اللبنة التي يشكل منها وزن الشعر العربي. فأي مقطع من المقاطع الصوتية فهي لبنة التي نبني بها التفعيلة وتفعيلات بحر الشعر العربي. إذن هذا هو المقطع الصوتي باختصار. العروض أو الوزن في البيت الشعري ينبني على المقطع الصوتي وينبني على الوزن. والوزن ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى الإيقاع وينقسم إلى وحدة الوزن هي التفعيلة. الإيقاع هو تقسيم الزمن إلى وحدات متساوية، وهذا ما يشترك فيه الموسيقى مع العروض، يتقاطعان في الإيقاع. والإيقاع كما قلت هو تقسيم الزمان إلى وحدات متساوية. قد يكون ثنائي مثلا 1 2 1 2 1 2 متفاعل. كذلك قد يكون الوزن ثلاثي 1 2 3 فاعلة. قد يكون نركب مثلا المقطع الثنائي مع المقطع الثلاثي، مثلا في الطويل فاعل مفاعل. قد يكون الوزن ثنائي أو ثلاثي، قد يكون رباعي بحال البسيط متفعل فاعل. وكما قلت بأن
نجد دائما البسيط بأن تفعيلته هي مستفعل فاعل، وهذا خطأ. لا يجب أن نقول مستفعل، لأن مستف فيها جوج ديال المقاطع أحادية، ولكن الزمن الإيقاعي يجب أن يتضمن مقطعا واحدا، إما المقطع الأحادي أو الثنائي أو الثلاثي. نقولوش مستفعل، متفعل فاعل. مستفعل كتجي يعني كتغيير المتفعلون، يعني يسمح بهذا التغيير، ولكن الوزن الحقيقي هو المقطع الثنائي، متفعل فاعل. والفرق ما بين متفعل ومستفعل هو النبر. كنقول متفعل فاعل، مستف يعني لا اعتبار لهذاك المقطع الأحادي الأول، النبر كيقع على المقطع الأحادي الثاني، مستفعل فاعل. إذا هذا بالنسبة قلت للإيقاع. قد يكون إيقاع بسيط أن دو أن دو أن دو، متفاعل، أو مفاعلة، أو يكون ثلاثي، مفاعيل، فاعلات، أو يكون ثلاثي، أو يكون رباعي، متفعل فاعل، 1 2 3 4. قد يكون مركب، مثلا ف 1 2 3 فعول مفاعل، يعني طويل، فعول مفاعل. قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللواء بين الدخول فحاوملي. إذن هذا بالنسبة للإيقاع. بالنسبة للوزن، وحدة الوزن قلنا ينقسم إلى إيقاع وينقسم إلى وحدة القياس. وحدة القياس هي التفعيلة، فمثلا الكامل متفاعل، هذه وحدة القياس عندنا التي نقيس بها، يعني مقطع ثلاثي زائد ثنائي، متفاعل. إذا بغينا نمثلو ليه بعدد كسري، متفاعل. شحال متفاعل عندي في البيت؟ متفاعل، متفاعل. الشطر الأول فيه 3، الشطر الثاني فيه 3، يعني عندي 6 على 1. واحد شنو هي؟ واحد هي متفاعل، هذه هي وحدة القياس. إذا يمكن نمثلو بعدد كسري وهو 6 على 1. إذن هذا بالنسبة للوزن، وينقسم إلى إيقاع وإلى وحدة قياس. وحدة القياس قلت الإيقاع هو تقسيم الزمن إلى وحدات متساوية، قد يكون إيقاع ثنائي أو ثلاثي أو رباعي أو إيقاع مركب. ثم وحدة القياس وهي التفعيلة، الوحدة التي أقيس بها. ثم هنالك قاعدة أساسية، وهي بأن جميع بحور الشعر العربي يجب أن تتضمن المقطع الأحادي والثنائي والثلاثي. إما أصالة نجد هذا في التفعيلة، مثلا الوافر مفاعلة، فعول، مفاعلة، مقطع ثنائي زائد ثلاثي، مفاعلة. ولكن الأخرى فعول، ثنائي زائد أحادي. إذا هنا كنوجد المقطع الثنائي والثلاثي والأحادي، مفاعلة، وفي الأخرى فعول، يعني ثنائي زائد أحادي. أو أجد فقط المقطع الثنائي والثلاثي، مثلا الكامل متفاعل، عندي المقطع الثلاثي والثنائي، متفاعل. المقطع الأحادي لا يوجد، ولكن هذيك متفاعل يسمح بها أن تصبح متفاعل. في المقطع الثلاثي يقسم إلى قسمين، فيصبح لدي قطعان أحاديين. وبهذا تتحقق قاعدة، وهي بأن البحر الكامل أيضا يتضمن المقطع الأحادي والثنائي والثلاثي. وفي هذا متسع للشاعر الذي يلعب بالمقاطع ويولف بين المقاطع بأن لديه المقطع الأحادي والثنائي، ويمكنه أن ينظم على هذا البحر. إذن باختصار، هذه هي النظرية العلمية التي تنبني عليها العروض. فهي تنبني على المقطع الصوتي ومجموعة من خصائص المقطع الصوتي، وهي بأنه مقطع متعدد،
وكذلك من أهم خصائصه النبر، والنبر يقع دائما على آخر المقطع. ثم الوزن، وينقسم إلى الإيقاع وإلى وحدة الوزن. الإيقاع هو تقسيم الزمن إلى وحدات متساوية، ووحدة الوزن هي التفعيلة التي نقيس بها. ثم هنالك القاعدة الثلاثية، وهي بأن أي بحر من بحور الشعر العربي يجب أن يتضمن المقطع الأحادي والثلاثي. وفي هذا مجمل مختصر ومركز للأسس والقواعد التي تنبني عليها العروض. وهذا الفيديو سيكون إن شاء الله هو مرجع لجميع الفيديوهات التي سوف نأتي بها فيما بعد، فإن لن نفصل الكلام عن القواعد التي ينبني عليها العروض، وإنما يمكن أن يرجع إلى هذا الفيديو، فإذا فهمه الطالب فعند ذاك سوف يرجع إلى الفيديوهات المقبلة، والتي سوف نخصصها للقراءة العروضية المقطعية، ولتقطيع البحر بطريقة شفهية، وبملامسة بعض المعاني إذا كانت هنالك مثلا قصائد صعبة شيئا ما. السلام عليكم ورحمة الله.